السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. النهاردة طبعا هتكلم كده على حاجة كده المفروض إيه. لو عملنا بيها إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله. ومشروع تربية الطيور والدواجن هينجح معانا مضمون 100%، مفيش نقاش عليه. لو أنا مشيت بالخطوتين دول وبالنصيحتين اللي أنا هقول لكم عليهم، والله العظيم أضمن لكم 100% مشروع الدواجن هينجح معايا، وهتشوفوا رزق وخير. مفيش بعد كده. النصيحتين دول بس قبل ما أبدأ، ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انتوا أول مرة تدخلوا، وما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش كده ايه شجعوني بالكومنتات كده ونتكلم ونتناقش لو فيها أي سؤال. أولا يا جماعة نصيحتين. أول نصيحة: ما ينفعش يا جماعة إن أنا أبدأ مشروع الطيور بإن أنا آخد قرض أو آخد سلفة. ان انا اخد قرض او اخد سلفة من اي حد، من صاحبي، من اخويا، من اي حد اخد سلفة. بلاش. ما ينفعش ان انا اروح اخد قرض عشان ابدا بيه مشروع الطيور او الفراخ البيضاء. ما ينفعش. يبقى انا لازم ابدا على جدي، ابدا باعداد صغيره، ابدا كده امشي خطوه بخطوه. العدد الصغير ده بيكبر معايا. يبقى انا ما ينفعش ان انا ايه ابتدي بعدد كبير واخد قرض او اخد سلفة واشتغل في مشروع الطيور. تمام. يبقى المشروع هيفشل. تبقوا عارفينها كده قاعدة عامة، ان المشروع هيفشل معايا طالما انا خدت سلفة او خدت قرض. الموضوع مش هيكمل وهيفشل معايا. وانتوا مش هتبقوا عارفين فشل ليه. هتقولوا لا الدورة الكتاكيت وحشة، الدورة وحشة، الكلام ده كله. تربية الدواجن لا، هتخسر معاكم. برضو النصيحة التانية ما تقلش برضو أهمية عن النصيحة الأولى. أولا برضو يعني في الموضوع ده إن أنا أما بطلع دورتي ما ينفعش قبل ما أطلع دورتي لازم ولا بد شيء مهم جدا. لازم إن أنا أطلع لله قبل ما أطلع الدورة وأخد أرباحها لنفسي. وقبل ما أبدأ إذا كنت هجيب التاجر أو إذا كنت هبتدي أطلع لزبايني والكلام ده، إن أنا إيه ابتدي اخد ارباح قبل ما اطلع لله. لازم. دي يعتبر تجارة مع ربنا. لازم يعني لازم نسبة اطلعها كده من كل دورة، اطلعها لله. تمام. يعني انا لو جايبة مثلا 100 ابيض، اطلع ممكن ايه 3 4 5. انا وما قدرت مش هياخد يا جماعة، والله العظيم ما هياخد من ارباحكم ولا هياخد من مكسبكم. ما تبصلهاش لكده، وطلعوا احسن حاجة عندكم. يعني شوفوا احسن فرخة كده عندكم ما شاء الله طلعوها. دي راحة لربنا، راحة لربنا. يعني شوفوا لما هتكون انت بتدي ربنا هدية كده ويعني احنا يعني اقول لكم ايه لما بنيجي نصلي لازم نكون نضاف، وعشان احنا كده ايه يعني يعتبر بنجابر ربنا. تمام. لكن هقول لا انا عشان انا هديها لحد كده. لا، احنا بنديها لربنا، ما بنطلعهاش للشخص بعينه، احنا بنطلعها لله. يبقى احنا ندي الحاجة تكون احسن حاجة عندنا. نمسك كده فرخة زي كده. تمام. نمسك فرخة ونروح ايه ناخدها كده ونطلعها ايه لله. احسن فرخة موجودة عندنا كده ونروح ناخدها ونطلعها لله. هنلاقي الدنيا مشيت معانا مظبوط، وهنلاقي الدنيا مشيت معانا تمام. مفيش اي مشكلة عندنا. مش هتقل من رزقنا ولا هتقل من مكسبنا وارباحنا. لا يا جماعة هيزيد. هتشوفوا الخير اللي نازل عليكم بعد ما تعملوا الحاجتين دول. ان انا ما ادخلش قرش سلف او من قرض او الكلام ده كله، يا اما ما اديش حق ربنا في شغلي. ده حق ربنا ان انا اطلع حاجه كده، اطلع من كل دوره كده بطلعها لله. انا كده بتاجر مع ربنا. انا كده ايه بدخل يعني اقول لكم ايه يعني منافسه حلوه. منافسه. انا بنافس نفسي كده ان انا ايه لازم ادي كده ايه حق ربنا في كل حاجه. هتشوفوا الخير، هتشوفوا الرزق. بسمع ناس كتيرة بتتكلم وبتقول لا أنا عندي مشروع الطيور مش ناجح، أنا عندي مشروع الطيور لا الكتاكيت كانت وحشة، الدورة كانت مش حلوة، الدورة مش عارفة
البورصة عليت، البورصة ما كسبتش، انا خسرت. ده بيبقى يرجع يا جماعة الاسباب دي، ان انا ممكن اكون حاطط قرش سلف. ان ما كانش قرش سلف يبقى ان انا ما طلعتش لله، او مش في ذمتي ان انا اطلع ايه لله. بس يعني انا الحتتين دول او النصيحتين دول يا جماعة لو مشينا بيهم هتشوفوا الخير. الاعداد الصغيرة اللي انتوا هتبتدوا بيها هتشوفوا رزق ربنا، هتبقى مالية عندكم الدنيا خير، هتكبر وهتشوفوا عوض ربنا. يعني انا لو حطيت مثلا طلعت 5 فرخات او طلعت 4 فرخات، شوفوا الاضعاف، هتلاقوا عندكم الخير ما شاء الله. الاوزان عندكم ظبطت، هتلاقوا البورصة مهما تبقى واطية مهما تبقى عالية، هتلاقوا البورصة عندكم مش ما فيش خسارة. ده انا بقى يعني ده سبب من الاسباب. في ناس كتير بتقول انا مشروع تربية الدواجن بيخسر والكلام ده، هو ده بيبقى اسباب رئيسية. ده بعد طبعا ايه، انا واخد الخبرة وعارف شغلي وهبدأ ازاي. ما ينفعش ابدأ طبعا، انا لازم ايه يعني يكون عندي الخبرة الكافية في التطهير، في الشغل بتاعي طبعا، في الأدوية، في العلاجات ازاي. طبعا ده بعد ايه انا عارف ده كله. ما ينفعش ادخل مشروع تربية الدواجن غير ما يكون ايه عندي الخبرة الكافية في المواضيع دي، خبرتي تكون كافية علشان موضوع ايه ينجح. بس ان انا ينجح لازم يكون النصيحتين اللي قلت لكم عليهم قبل ما ابدا فيهم. بسمي الله كده وابتدي مشروعي على جدي، وابتدي واحده واحده، وهلاقي الرزق ما تعرفوش الرزق هيجيلكم من هنا حته. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لو انتوا اول مره تدخلوا ما تنسوش الاشتراك للقناه، ما تنسوش اللايك لو انتوا استفدتوا. يا رب تعملوا كده بنصيحتي، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا وهيوسع علينا وهيوسع رزقنا، ومش هتعرفوا والله الخير جايلكم منين. يا رب كده أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اشتراك للقناة، وما تنسوش اللايك. أقول لكم كده إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.